السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين. دخل علينا الصيف خلاص، يعني لازم كيكة ان شاء الله حتى في الاسبوع مرة واحدة. طيب، تعالوا بقى كلكم عارفين مقاديرها وكلكم عارفين طريقة تحضيرها. طب يلا بقى، ما في الإعادة إفادة. كلنا نفيد ونستفيد يا جماعة. تعالوا نعملها مع بعض ونشوف. النهاردة هنعملها بحاجات بسيطة جدا ومش مكلفة خالص. هاتي 3 حبات من البيض، انزلي عليهم بشوية من الفانيليا، سواء فانيليا سايلة او فانيليا باكت، الموجود عندك هيمشي. وبعدين كيكة، يعني في دقيق، يعني هنحتاج لمعلقة كبيرة من الخل علشان يخلي الكيكة بتاعتنا هشة وكده وطرية واسفنجية كده وجميلة. معلقة كبيرة من الخل، ما تزوديش، هي معلقة واحدة. حابة السكر بتاعك يكون مظبوط مش عالي، يبقى هي كوباية واحدة من السكر. حباه لا بتحب الحاجة مسكرة، يبقى زودي كمان ربع كوباية. يعني لو بتحب السكر بتاعك مظبوط يبقى كوباية من السكر. سكر عالي يبقى كوباية وربع من السكر. وبعدين هنحتاج لكوباية الا ربع من الزيت. هننزل بكوباية الا ربع من الزيت. شايفين المكونات سهلة جدا وبسيطة وما تغلبش يعني تخليها كده على طول في دماغك، مش هتنسيها ابدا. في اي وقت هتقوم تحضريها مش هتاخد في ايدك يعني 7 دقايق كمان. هنا بقى هنستخدم الخلاط. لو حابة ان انت تستخدمي المضرب اليدوي مفيش اي مشكلة، لكن احنا بندور على الحاجة اللي توفر الوقت والمجهود. فعلى الخلاط على طول انزلي بالمكونات بتاعتك دي. وهنا هنحط قرصة كده صغيرة من الملح، وعلى الخلاط بقى، وهنضرب الخليط ده كويس جدا لحد ما يتحول معانا للقوام الكريمي ولونه يبقى فاتح كده وحلو قوي. خلاص، قلنا عشان نوفر وقت ومجهود على الخلاط على طول. لكن بقى براحتك بقى، يعني لو عايزة تعمليه بالمضرب اليدوي مفيش اي مشكلة. خلاص كده الخليط السائل، الخليط بقى جاهز معانا. بما اننا بقى قلنا كيكة برتقان، يعني هنحتاج لبشر برتقان. قبل ما تعصري البرتقانة، هاتيها اغسليها كويس جدا ونشفيها، وخدي الطبقة الرقيقة الخارجية خالص، اللي هي الطبقة الرقيقة خالص دي، ابشريها كده بالمبشرة. احنا عايزين، مش هنحتاج اكتر من معلقة، هي معلقة واحدة. وهاتي بقى البرتقانة عصريها، هي برضو كوباية واحدة من البرتقان اللي هنحتاجها. يبقى كده المكونات السائلة معانا بقت عبارة عن ايه؟ بقت عبارة عن 3 حبات من البيض، كوباية من السكر، كوباية من عصير البرتقال، كوباية الا ربع من الزيت، رشة من الفانيليا، كمان رشة من الملح، كمان معلقة كبيرة من الخل. شايفين المقادير سهلة ازاي؟ يعني هتحفظيهم على صوابع ايديكي كده، هتحفظيهم. بنفس المج اللي عايرت بيه السكر والزيت وكمان البرتقال او عصير البرتقال، هو نفس الكوب المعياري اللي هتعايري بيه كمان الدقيق. اوعي تغلطي غلطة ان انت تغيري المج اللي انت بتعايري بيه في اي وصفة انت بتعمليها. هنحتاج لقد ايه من الدقيق؟ هما كوبايتين وربع من الدقيق، وممكن كمان تقللي الربع الاخير ده، ما تستخدمهوش كله. يعني هقولك على حاجة، انا هنا استخدمت كوبايتين وربع من الدقيق، وحطيت كمان معلقتين من النشا. انت ممكن تعملي حاجة، حوشي معلقتين كبار من الدقيق وحطي بدلهم معلقتين كبار من النشا، هتبقى هشة جميلة معاكي، شبه النايتي كده او شبه الجاتو كمان. خلاص كده الكيكة معانا يعتبر خلاص جاهزة على طول. زي ما قلتلك كده، هي المكونات الجافة عبارة عن كوبايتين وربع من الدقيق، عليهم معلقتين كبار من النشا. زي ما قلتلك ممكن تستبدلي، تحوشي معلقتين كبار وتحطي مكانهم النشا، مفيش اي مشكلة. مش عايزة تحوشيهم مفيش اي مشكلة برضو، وزودي معلقتين النشا، هتطلع معاكي جميلة وهتشوفي يعني. غمزة بسيطة جدا برضو من الملح على المكونات الجافة. وننزل بقى بكيس من البيكنج باودر او معلقة كبيرة من الكيك شيف. طبعا احنا عارفين ان الكيك شيف يا جماعة الكيس بيبقى اكتر من معلقة، يعني بيبقى حوالي معلقة كبيرة وزيادة كمان شوية.
فاحنا عايزين بس هي معلقة واحدة كبيرة من الكيك شيف او كيس من البيكنج باودر، وخلاص على كده. هي دي المكونات الجافة بتاعتنا. هنخلطها كويس اوي المكونات دي، وبعدين هننزل عليهم بالخليط السائل بتاعنا. هنقلب بقى الخليط ده بالراحة قوي، بالراحة كده، يعني بمزاج رايق كده، وانت واقفة قلبيه بالراحة، ما تستعجليش خالص، لحد ما الخليط يكون معاكي سايل كده جميل، مفهوش اي تكتلات. وبعدين في الصينية الألمونيا عندك، شايفين الكمية دي؟ يعني 3 بيضات هيعملوا أكبر صينية كيكة موجودة عندك. أكبر صينية في الطقم هتعمليها وهتكفي أكبر أسرة. يعني ما شاء الله. ربنا بيبارك في الحاجة طبعا، بس أنا عايزة أقول لكم إن هي ما شاء الله هتتعمل في أكبر صينية موجودة عندك في المطبخ من الصواني بتاعة الفرن. طبعا هنا انا حبيت ان انا اعزز اللون، فهنزل عليه بلون طعام اصفر. طبعا اللون ده صحي يا جماعه من العطاره. هنقلب بقى الخليط كويس بالراحه، وبعد كده هننزل بيه في الصينيه. طيب طبعا انتي كده قبل ما تبتدي بقى تشتغلي في الحاجات دي في الوصفه بتاعتك، بتكوني حضرتك مشغله الفرن على درجه حراره 180 درجه. واول ما تخلصي بتحط طبعا البلاطه بس هي اللي بتبقى قايده، لكن مش بنشغل الشوايه يا جماعه، اوعى تعملوا كده. على درجه حراره 180 بتقعد حوالي يعني من تلت ساعه ل25 دقيقه. ما تستعجليش عليها خالص. بس كده، هي صينيه الكيكه خلاص كده جهزت معانا. هتطلع معاكي احلى كيكه باذن الله. اتفرجوا على الجمال، حلوة قوي وهشة جدا. عايزة اقولك انا هنا كمان خرطتها وهي كانت لسه سخنة، وهي لسه طالعة من الفرن. يعني انتي كمان هتحسي بالدخان طالع دلوقتي. عايزة اقول لكم والله وبصدق وبأمانة، صينية الكيكة دي يعني كانت تحفة تحفة. شايفين هي لسه سخنة. طيب انا بقى مش هقعد احلف كتير، جربي الطريقة وجربي الوصفة، هتعجبك قوي بإذن الله. ما تنسيش تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام في الكومنت. وما تنسوش كمان تعملوا لايك. السلام عليكم.